انا دلوقتي كطالب بدرس طب في روسيا في سنة تانية طب اسنان، وانا برضه في روسيا فمحتاج اللغة الروسية اللي هي اللغة الروسية لازم اقوي نفسي فيها علشان افهم اكتر من الدكاترة واكون مستواي احسن. اهم حاجة يا جماعة نعرف ان اللغة الروسية ديت لغة اللي هي مش منهج هتذاكره هيخلص، لا دي لغة يعني كلمات، قواعد، مفردات، عبارات، حاجات كتيرة قوي تعرفها تذاكرها، وكمان حاجات كتيرة هتتنسى منك وهتذاكرها تاني والحوار هيمشي كده. واحنا كطب لازم نذاكر لغة روسية على الأقل علشان نكبر السعة بتاعة الفهم بتاعتنا لما الدكاترة بيشرحوا. أنا بدرس باللغة الروسية فالدكاترة يشرحوا باللغة الروسية، فلازم أفهم على قد ما أقدر على قدر الإمكان من المفردات الدكتور بيقولها علشان أفهم قصده أو أفهم المعلومة. بس يعني احنا في دلوقتي في مناهج، اللي هو عندنا مناهج كتيرة المفروض نذاكرها ومواد 12 13 14 ماده وامتحانات في اخر الترم وكل محاضره بنتسال في حاجات كتيره قوي. ازاي هذاكر اللغه الروسيه في وسط الحاجات دي كلها؟ مش هقدر. يعني ممكن في ناس هيقدروا يجيبوا كتب ويقروها كلام من ده، بس انت لما تكون مضغوط قوي 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 مثلا وعندك امتحانات بقى كل حصه ومش عارف ايه، فالموضوع بالنسبه لك هيكون صعب شويه. يعني مش مستحيل انك تذاكر روسي من مصادر كتب ومش عارف ايه وكلام من ده، بس صعب. فانا كخالد هقول لك على حل انا بلجأ له في الوضع ده. دلوقتي لازم تستفيد من حاجه، هي ان الدكاتره بيتكلموا روسي، مش هيجيب لك دكتور من مصر يعني، فالدكاتره روسيين بيتكلموا روسي، فانت لازم تستفيد من الموضوع ده، تتكلم معاهم، تمارس اللغه بتاعتك معاهم، تفهم اكتر وتسمع اكتر عشان تكبر الساعه بتاعتك وتكبر المفردات بتاعتك. لو الدكتور بيتكلم قدامك وبيشرح حاجه، مش عيب انك تفتح الكشكول، مش عيب انك تكتب كلمه هو قالها انت مش عارفها، او تقول له معلش عيد الكلمه ديت معناها ايه او هي ايه، تكتبها عندك في كشكول وتترجمها بعد كده براحتك، او هو يقول لك معناها عادي يعني. بس فكره مش عيب انك تكتب ورا الدكتور كلام ما انتش عارف، علشان الكلمه اللي انت كتبتها دلوقتي الدكتور الحصه اللي جايه او اللي بعدها هيقولها تاني وقتها تكون انت عارفها. فدي يا معلم ميزه ليك مش عيب. زائد ان طبعا في يكون واجبات ومش عارف ايه، وكل حصه بنجاوب واسئله ومش عارف ايه، ده كله بيكون باللغه الروسيه. فانت لما تيجي تذاكر هتذاكر باللغه الروسيه، هتفتح النت او الكتب البي دي افات او الكتب الالكترونيه او اي موقع من على النت، ده كله بيكون باللغه الروسيه. ولما تيجي تقراها فاكيد كلمات هتقراها ممكن هتترجمها وتمشيها. يعني مثلا في قطعه كبيره كده هقعد اقرا فيها، لقيت كلمه مش عارف معناها اترجمها معناها مثلا كذا واكمل، ما ذاكرتهاش قوي او ما كتبتهاش عندي، بس مع التكرار انك لو قابلتك بعد كده هتترجمها تاني، بعد كده هتترجمها تاني، بعد كده هتترجمها تاني، فهتثبت في دماغك ان معناها كذا. فالموضوع مش هيكون بالنسبه لك صعب لما تقرا كتير وكلام من ده. والوقت ده هتقرا غصب عنك علشان دي اسئله او دي مواضيع لازم تتسال عليها في المحاضرات معينه. وخلي بالك المواد بتاعتنا مرتبطه ببعضها بس باختلاف الماده، فانت اغلب الكلام في اغلب المواد هيعدي عليك او اغلب الكلمات هتعدي عليك، فهتعرفها او هتعرف معناها من غير ما تكون عاوز تعرف معناها. يعني مثلا هتقرا كتير فتعرف معنى الكلمات من غير ما تكتبها في كشكول خارجي وتحفظها. بس حبذا لو كتبت الكلمات الجديده في كشكول خارجي وحفظتها، يكون الموضوع بالنسبه لك احسن ويعني اسرع انك تحفظها واكثر فايده. فانا كخالد بيكون اعتمادي ان انا بسمع الدكاتره وبتكلم معاهم مش عارف ايه كلام من ده. تاني حاجه المذاكره بتاعتي بي دي افات، المواقع على النت كله بيكون بالروسي، هترجم الكلمات مش عارفها، في كلمات بكتبها في كشكول خارجي، في كلمات بعدي عليها اللي هو مش لازم احفظها قوي، اللي هو كلمات مثلا صعبه او مثلا استخدامها مش شائع او مش مهم اصلا، ممكن استبدلها بكلمه تانية من دماغي فبعدي عليها. فالموضوع بالنسبه لي يكون ان انا بتعلم روسي بس مش بطريقه مباشره، فاهمين قصدي؟ زائد ان انا لما اجاوب مع الدكاتره بيساعدوني بكلمات، او ان انا بجاوب دلوقتي فهم بيساعدوني، فلما بيقولوا مثلا كلمه ولا حاجه مش عارفها فبكتبها عندي في كشكول واحاول ابص عليها كذا مره واحفظها، ومع المواقف بتحفظ الكلمات اسرع واحسن. فدي حاجه حلوه جدا. لو انتوا يا جماعه بتدرسوا باللغه الروسيه او باللغه الانجليزيه ايا يكن، فانتوا لازم تكونوا يعني واحد يكون نشيط مع الدكاتره علشان ياخد استفاده على قد ما يقدر، ما يروحش المحاضره كانه مرحاش، واخد بالك؟ فانت لو مش هتقدر تذاكر مثلا لغه روسيه بانفراد، اللي هو تجيب كتب وتقرا تذاكر جرامر بانفراد ومش عارف ايه كلام من ده، فما تخافش، مع الوقت هتبقى كويس في اللغه الروسيه. زائد ان اصلا في عندنا ماده او مادتين يعتبر لغه روسيه او جرامر لغه روسيه، فغصب عنك هتذاكر لغه روسيه، فالمذاكره هتيجي
هتيجي ما تخافش. وبرده اللي بيسال هل السنه التحضيريه تكون كافيه ان تحضر الشخص انه يخش على اولى طب او تانية طب ويكون كويس جدا، انه تخلص سنه تحضيريه وخلص سنه اولى وبعدين دخل سنه تانية، هل كفايه السنوات ديت؟ هو بص السنه التحضيريه مش كفايه قوي، اللي هو انت تقوي نفسك بنفسك بس، مشيك على اول السلم، مش كفايه قوي. سنه اولى ما تكون كويس في سنه اولى في التعامل مع الدكاتره، بتطور نفسك. سنه تانية تكون احسن. انا مثلا في التحضيري كنت كويس شويه، سنه اولى شويه اكتر، سنه تانية ما شاء الله في فرق مستوى كبير جدا انا ملاحظه الحمد لله. ان شاء الله في اخر ده الترم الاول، في الترم الثاني ان شاء الله هكون احسن، سنه ثالثه اكون احسن ان شاء الله، يعني سنه رابعه سنه خامسه، الموضوع ماشي كده. فانت مع كل ترم او كل اسبوع او كل شهر حاول تحسن من نفسك على قد ما تقدر، تكون احسن من نفسك. اللي هو مثلا انا النهارده عايز اكون احسن من نفسي الاسبوع اللي فات، فانت لازم تكون احسن من نفسك. شوف مفرداتك، الجرامر بتاعك، الكلام ده كله. وبس يا جماعه، ده كان الفيديو صغير كده، ولو عندكم اي سؤال او اي حاجه من دي اكتبوا لي في التعليقات تحت، كومنت يا جماعه، ولايك وشير وكلام من ده، وشكرا على المشاهده وسلام.